السلام عليكم ورحمة الله بنكرز، أتمنى تكونون بخير. أنا نجلة من قناة بنك ايدياز. اليوم جيب لكم أي مشروب تحبونه، اجلسوا رايقين لأنه بتكلم عن موضوع بتفاصيل كثير مرت فيها. اليوم راح نتكلم عن تساقط الشعر وكيف ممكن نعالج المشكلة. طيب أول شي ببدأ فيه كيف صار لي تساقط شعر مو طبيعي يعني ولا مرة، يعني حتى لما وريت الطبيبة يعني كمية تساقط الشعر هي انصدمت. جاني تساقط شعر مرة كثير، وعلى اني كنت استخدم يعني اشياء مرة كويسة مرة صحية، ومرة كنت يعني اهتم بشعري بطريقة يعني معينة، احاول ابعد عن الاشياء المحظورة قد ما اقدر. لكن تفاجأت انه صار يهر يعني لدرجة اني قاعدة اقول يعني توقعت اني اصلع فعليا. فبعدها على طول رحت للطبيبة وقالت لي انت ايش كنتي تسوين، ايش يعني انت عموما قاعد تمرين بمرحلة تساقط شعر، وهذه ما تقدرين توقفينها، ولازم تفهمين يعني نقطة مهمة ان تساقط الشعر له دورة. يعني انت بداك مثلا من اسبوعين، هو بيستمر تقريبا شهرين الى 3 شهور على حسب نوع الدورة هذه. فتقبلي ان حتى وانتي بتاكلين الدواء وبتسوين العلاجات والاستخدامات هذه راح يستمر بس تساقط، لكنه راح يوقف. ليش؟ كيف؟ لأن اوريدي الدماغ يعني أرسل تعليمات انه للبصيلات انه خلاص مع السلامة طيحي. تمام. طيب بالنسبة لمشكلتي بالتساقط كانت مرة قوية، بس أنا يعني إن شاء الله أنه ما يمر ولا أحد فيكم نفس اللي أنا مريت فيه. لكن طبيعي ان احنا نمر بتساقط، يعني النساء كثير يمرون بمراحل يسبب لهم تساقط. فانا قلت راح انزل الفيديو هذا اول شيء عشان انبهكم على الشغلة اللي كنت استخدمها على اساس ان شعري مرة يستفيد ومرة كنت مبسوطة من هذا المنتج، لكني بالغت باستخدامه، واتوقع انه هو السبب، لانه هو الشيء الوحيد اللي يعني هو السبب، والله اعلم. وفي نفس الوقت أعلمكم على طريقة حلوة، إن لو صار في تساقط أو حتى يعني قبل لا يصير تساقط، مثلا خلينا نقول إن نستخدم ذا الشيء كل سنة كل سنتين على حسب اللي يناسبك، طبعا بعد استشارة الطبيب. يعني لا تاخذون كلامي، أنا ماني طبيبة، بس أنا بقول تجربتي الشخصية لا أكثر ولا أقل، وله إعلان ولا أي شيء يعني، بس أنا بقول رأيي. طيب أنا كنت أستخدم البخاخ الفوم اللي يطلع الشعر وينبته ضد التساقط. حلو، الفوم المعروف والمشهور، معروف انه لما تستخدمينه لازم تستخدمين معاه شامبو نيوزرال او فافو، طيب اللي حق القشرة، بحيث انه ما يصير عندك قشرة وما تتحسس فروة الرأس. طيب المفروض تستخدم متى؟ مرتين بالاسبوع فقط. حلو. طيب انا لاحظت ان لما صرت استخدم فافو، اسمه فافو، طيب يعني هو نفسه نيوزرال، مرة صرت أنا شعري دهني، فصرت أحس إن شعري منتعش في لمعة ولا في قشرة. يعني مو قشرة بس عرفتوا الشعر الدهني، يعني يمكن البنات يشعرون دهني يحسون أكثر. مرة حسيت إنها سعادة وناسة، قلت ليش أنا أستخدم شامبو عادي وعندي هذا الشامبو؟ تخيل إني صرت أستخدمه يوميا، كل ما غسلت شعري استخدمته. هذا الخطأ اللي أنا وقعت فيه سبب لي هذا تساقط. تخيلوا لأنه هو أصلا مضاد، أنا مستخدمته بشكل خطأ. لحظة بشرب ضيق صدري. المهم زي ما قلت لكم أني كنت أستخدمه بشكل يومي، وهذا مرة خطأ، ويعني بالكثير مرتين بالأسبوع. أساسا بعد السالفة صرت ما عاد أستخدمه، أني اشتقت له الحين، لأنه هو مرة يعني إذا الشعر دهني يجفف، مو يجفف يعني تحس أنه يروح الدهن من الجذور، يعني المزعج. عرفتوا اللي شعرهم دهني يعني بالغالب يتروشون يعني آخر اليوم مدهن شوي. طيب أنا إيش صار لي بالضبط؟ صار تساقط شعري، صار ناشف بشكل عجيب وغريب، مو طبيعي، شيء مو طبيعي. يعني صار شعري منتفش بشكل غريب، يعني ما هو طبيعة شعري. طيب الشيء الأغرب إني بس أطلع، يعني إذا غسلت شعري بموية، بس أطلع من شعري إنه مغسل موية، تخيلوا إنه ينشف قبل أحط الفوطة عليه من كثر ما هو ناشف. تخيلوا المرحلة اللي وصلت لها. يعني الحمد لله يعني مرت على خير، لكن بقول لكم أنا إيش مريت فيه وأنا إيش سويت. طيب أول شيء راح أقول لكم إيش أقصد بنيوزرال أو فافو، اللي هو زي هذا.
طبعا انا شاريه منه كثير بعد تخيلوا من الوناسه، بس انا فاف وعجبني اكثر من نيوزرال بالنسبه لنوع شعري، يعني كان يعطيني لمعه. بس هو نفس هذا المنتج، المفروض الواحد يستخدمه مرتين بالكثير في الاسبوع، بس انا طبعا كرهته، حقدت عليه، بس انه حنيت يعني. حاليا صرت ارجع استخدمه بالكثير مره واحده في الاسبوع لانه شوي شعر دهني. طيب ايش عطتني الطبيبه؟ عطتني هذا سيستين بي 6 زنك، مرة حلو. طبعا هي قالت لي بتعطيني بيوتين ان، اتوقع يعرفونه، اتوقع تعرفونه، بس انا قلت لها لا، انا بالنسبة لي بيوتين ان قد اخذته من زمان. بصراحة فتح شهيتي جدا 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 جدا، مرة سمني يعني. زادني كيلو تقريبا خلال أسبوعين أو أكثر من كيلو، بس إنه صار عندي شراهة بالأكل، فحسيت إنه لا يعني بصراحة لا ما يصلح. فقلت للطبيبة إنه ما يصلح لي، راحت قالت خلاص أنا بعطيك البديل الثاني، يعني هذاك بيوتين إن مجموعة فيتامينز مختلفة عن سيستين بي 6 والزنك هذا. طيب بس بيوتين إن أسهل عموما، بس أنا ما ناسبني، لكن أنا هذا ما يفتح شهية بالنسبة لي. طبعا أجسام الناس مختلفة، لكن هذا المفروض اني اخذ 4 حبات يوميا، حبتين صباح حبتين مساء. الصيدلاني كان يقول لي عادي خذي ال4 مرة واحدة، بس مرة هذا مهم ان ناخذه بعد وجبة. ليه؟ لان كل الفيتامينز بي تراها مرة مهمة بعد الأكل، ويكون أكل بعد شوي يعني فيه دهن. طبعا كل أكل أكيد فيه دهن علشان يعني يسهل امتصاصه. تمام. قالت لي الطبيبة إن أيضا أنت لا تتوقعين تحسن بالشعر، يعني يلا يبدأ تشوفين تحسن بعد 3 إلى 6 شهور، لأن طبيعة نمو الشعر والتغير اللي راح يصير ما راح يكون على طول بيطلع شعرك طويل، هذا شيء مستحيل. طبعا هذا بالنسبة لي هذا سيستين بي 12 بصراحة يعني حسيت انه طول شعري. نعم يعني هو المفروض انه يطول الشعر، انه بيروح يطلع لك شعر جديد، يعني بحيث ان البصيلات اللي طاحت تيجي هذه بدالها، لان انا البصيلة بطولها وعرضها يعني رمت الشعرة. الان كم مر علي سنة وشوي طلع، بس انه عرفتوا الطول اللي طالع من الجذر الى الان، يعني تقريبا بيكون اصبع كذا، يعني الى الان 1 و3 شهور، هذا الطول اللي وصلت له يعني طبيعي. فالطبيبة قالت لي انه يعني لا تتوقعين نمو الشعر انه بيكون سريع زي تغير الاشياء الثانية بالعلاجات، لان الشعر ياخذ دورته على بال ما يطول ويطلع وينمو، يعني مختلف. وفعلا فكروا فيها بتلاحظون انه ايه في فرق. فانا هنا اقول لكم ان لو احد مثلا عنده تساقط او شيء، لا يعتقد انه بيشوف النتيجة على طول، لكن بيشوف البيبي هير قاعد يطلع بيحس بالفرق. بس انا في حالتي ان التساقط مره قوي، فمن فوق الحين يعني ما شاء الله تبارك الله الوضع كويس، لكن من تحت مره خفيف. وبس اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، نشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.